بسم الله أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الفل حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم فيديو جديد وروتين خفيف كده ان شاء الله يعجبكم، وهنعمل مع بعض اكله حلوه واقول لكم ازاي تركاتي في اكلي وازاي ريحه اكلي كده بتبقى جايبه اخر الشارع يا ولاد. قبل ما نبتدي الفيديو الجميل عايزه اشكر كل الناس المشتركين عندي في القناه جديد، وكل حبايبي اللي متابعيني بلد واسم لو طول اقول اساميهم كلهم هقول. نشكرهم كده من كل بلد بيتابعوني منها، المغرب والعراق وفلسطين واستراليا، كل متابعيني اللي بيبعتوا يقولوا لي كومنتات حلوه وبيشجعوني ان انا اكمل وبيحفزوني وبيدعموني. احب اشكركم كتير 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 واقول لكم ان الفيديو ده مخصوص علشانكم حبايبي الحلوين. تعالوا نبتدي مع بعض الفيديو ونشوف هنعمل ايه النهارده هعمل اكله انا عن نفسي بعشقها بجد، انا بحب الاكله دي جدا. طبعا عودتكم ان كل فيديوهاتي ببتدي بالروتين الاول، المره دي هنبتدي بالاكل. ليه بقى؟ عشان انا اليوم ده كنت جعانه قوي بجد كنت جعانه. بس استنوا، اوعي تبتدي الفيديو قبل ما تديني لايك حلو وتكتبي لي كومنت جميل في اخر الفيديو بعد ما تخلصيه، تعملي شير للقناه بتاعتنا عشان العيله تكبر اكبر واكبر. وكمان اوعي تنسي تصلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دلوقتي يا حلوين بقى نبتدي الفيديو بتاعنا. النهاردة أول ما جيت من الشغل بصراحة بقالي كتير كده نفسي هفاني آكل لحمة، بس مش عايزة أكل لحمة كده، لأ أنا عايزة أعمل طبيخ، عارفين الطبيخ كده واعمل لحمه واحط اللحمه في الطبخ كده واكل زي ايام زمان. بجد بعشق الاكل ده جدا. النهارده بقى بصراحه كان عندي كيس باميه كده في الفريزر، كانت حماتي هي اللي بعتهولي، واللحمه برضو حماتي يا اولاد اللي بعتها عشان ما بقاش كدابه. بما اني بقى جوزي ربنا يشفيه كده كان تعبان، فمامته عملت له زياره كده محترمه، الله يبارك لها، يلا ادعوا لها كده وكلكم بطولة العمر يا رب. بعتت له زياره محترمه كده، لحمه بقى وباميه وبعتت له حاجات تانية كتير بصراحه. المهم بقى اول ما جيت النهارده كنت مطلعه بقى كيس اللحمه من التلاجة من بالليل، واول ما دخلت كده رحت ماسكه بقى اللحمه حطاها اسلقها. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب اشوح اللحمه الاول لما باجي اعملها او الفراخ، وحطيتها كده على النار وقمت عامله بقى التسبيكه بتاعه الباميه الجميله، بصله حلوه كده مع معلقه سمنه او زيت لو عندك، تشوح البصله ونسبك كده الصلصه ونقوم نازلين بالباميه. عايزه اقول لكم ان حماتي والله كانت بعتلي حتى الباميه كانت مسلوقه جاهزه يعني على الطبيخ. هنا كمان اللحمه بتاعتنا كانت خلاص استوت، هنشيلها بقى كده ونقوم نازلين بيها على الباميه تكمل سواها في الطبيخ مع الباميه، ولكم ان تتخيلوا الطعم والريحه تسلم ايديا، يلا ابعتوا قولوا لي في الكومنتات تسلم ايديك يا انجي. بجد والله العظيم الاكله دي من احب الاكلات على قلبي عامه، يعني مش شرط الباميه، انا الاكل ما بكون عامله مثلا فاصوليا بيضه لوبيا اي نوع طبيخ وجواه لحمه ببقى بصي العشق زي ما بيقولوا، هذا هو العشق الممنوع طبعا اللحمه دي بنشوفها من العيد للعيد، ربنا يبارك لحماتي يعني اكلتها لنا بعيد عن العيد. هنا كمان نعمل بقى شويه ملوخيه برضو من عند حماتي هي اللي بعتلي الملوخيه دي. اليوم ده والله العظيم بالنسبه لي كان يوم حلو قوي، لان بصراحه اولا كنت جايه جعانه، عملت الاكل كده بنفس حلو، فالاكل كان طالع جميل جدا، الولاد اتبسطوا قوي، وجوزي بصراحه كان بيقول لي الاكل النهارده ريحته مختلفه، لاني انا كنت بعمل الاكل عشان نفسي فيها. عارفه لما تعملي اكله ونفسك فيها بتطلعي احلى ما عندك بجد. تعالوا بقى نعمل طشه الملوخيه الروعه اللي بتقلب البيت. يلا بقى وشهقتك الجميله وانت بتعملي ملوخيه كده لازم تشهقي، والنبي عمري ما شهقت والله العظيم، عمري ما شهقت وانا بعمل ملوخيه. بصوا بقى الطشه والملوخيه خضرا وايه تسلم ايدك
عايزه اقول لكم هنا بقى كنت خلصت، عملت الباميه وعملت اللحمه، وقلت بقى الملوخيه دي اخر حاجه، بحب اعمل لها الطشه كده في الاخر عشان تحطيها تبقى سخنه كده وجميله. هنا كمان كنت عامله كمان رز بشعريه، بجد الاكل كان طعمه تحفه والله العظيم، الاكل كان حلو قوي، واللحمه بقى شاربه من الصلصه بتاعت الباميه، وايه كان يوم عالمي. انا عايزه اقول لكم ان انا جيت انجزت حاجات كتير، عملت الاكل واتغدينا وشلت الاكل وغسلت المواعين وظبطت المطبخ، وكمان كان عندي بقى روتين مهم قلت لازم اعمله علشان نبقى انجزنا يومنا، ما نبقاش وقفنا عند الاكل بس. قلت لا لازم برضو نعمل حاجة مهمة. عارفة لما تبقي مظبطة يومك ومظبطة مواعيدك ومسستمة يومك، بتبقي عارفة انت هتعملي ايه، اليوم ما بيضيعش منك على الفاضي، ما بتبقاش الدنيا مكركبة حواليكي، لا كل يوم كده كنت بعمل حاجة. يعني عايزة اقول لكم ان انا عملت الاكل، الشقة الحمد لله كانت رايقة، بس كان عندي اوضة الولاد كان نفسي اعملها قوي، يعني كان نفسي اعملها كده تنظيفة حلوة كده، تنظيف مش عميق قوي بس يعني تنظيفة جامدة. فبعد ما اتغدينا وغسلت المواعين وظبطت المطبخ، رحت داخلة بقى على اوضة الولاد، مسكتها كده بصراحة، شلت الملايات وتنفيض بقى وتلميع خشب. بصوا بجد كنت اليوم ده حاسة ان انا انجزت بجد والله العظيم. لما تبقي مرتبة يومك كده، او بتبقي مثلا صاحية من النوم عارفة انا هاجي اعمل 1 2 3، بتحسي ان انتي بتستفادي بالوقت وبتستفادي باليوم، بيبقى عندك وقت كده تقعدي مع اولادك بقى، سواء هتذاكري لهم او لو حتى اولادك لسه ما دخلوش المدرسة وهم صغيرين، بيبقى عندك وقت تقعدي معاهم، تقعدي حتى مع نفسك تعملي لك كوباية قهوة كده ولا نسكافيه او كوباية شاي وتقعدي كده مع نفسك، صدقيني بيفرق معاكي كتير. عكس بقى لما تبقى كل الدنيا بقى حواليكي مكركبة، وبتبقي بقى مش عارفة هتبتدي ازاي وهتعملي ايه، وتحسي ان اليوم بيجري وملحقتش اعمل. لا، لو كل يوم مسكتي أوضة مثلا معينة، قلتي خلاص أنا النهاردة همسك الأوضة دي هنكتها بقى من فوق لتحت، هعمل لها روتين عميق كده من فوق لتحت كل يوم أوضة. أما بقى مثلا الصالة والحاجات دي كده كده المطبخ انت ايدك يعني ما بتخلصيش منه، طول النهار ايدك في المطبخ، فطبيعي أنا عن نفسي باجي من الشغل أول حاجة بعملها ان أنا بدخل المطبخ أعمل الغدا، عملت الغدا وشلت الأكل بغسل المواعين، خلاص أنا كده يومي في المطبخ خلص. ببتدي بقى اطلع للشقه، طبعا الروتين العادي، بتروقي مثلا الانتريه اللي بتقعدوا فيه، مثلا بتروقي عند سفرتك كده، ده يومي. ابتدي بقى افكر ايه الحاجه اللي انا هعملها النهارده عشان ابقى كده انجزت حاجه. مثلا يوم زي النهارده انا مسكت اوضه الولاد، شلت بقى الملايات، كنست الارض، لمعت الكمبيوتر اللي في اوضتهم، ولمعت لهم الخشب بتاع السراير، وظبطت لهم الدولاب بتاعهم، وكنست الاوضه، وكمان مسحتها زي ما انتوا شايفين كده بشوية فينيك كده، ايه اللي انا بحبه ده قوي. وكمان قلت بقى اغير لهم الملايات، تفرش لهم، انا بحب الملايات دي من ساعة ما اشتريتها، عايزه اقول لكم بتغير نفسيتي، اقسم بالله الملايات دي اول ما بفرشها على سراير الولاد بحس ان الاوضه كده كاني اشتريت اوضه نوم جديده والله. فرشت لهم بقى الملايات الجديده دي. هم طبعا عمالين يقولوا لي يا ماما الجو ابتدى يسقع بالليل شويه، بس انا بسيبهم يتغطوا بالكوفرتات شويه كده برضو، يعني يعدي اول الشتاء ما يبتدي يتقل كده، طلع لهم البطاطين برضو. قبل ما اطلع البطاطين هكون عملت الاوضه روتين عميق كده بقى، بس المره دي هننضف بقى تحت السراير عشان نبقى داخلين على الشتاء وعارفين ان الاوضه نظيفه ما فيهاش اي حاجه. هنا بقى خلاص بعد ما كنت بقى مسحت الأوضة وفرشت الملايات، قلت بقى أفرش الأرض. أنا عايزة أقول لكم إن المشايات دي كانت مغسولة والله. هنا زي ما انتوا شايفين كنت مجهزة لهم بقى حاجة اللي هيذاكروا فيها، كل واحد الترابيزة بتاعته، بس كنت مطلعه لهم الكتب بقى من الدولاب عشان كنت عايزاهم يرصوا حاجة الدروس وكشاكيل المدرسة، لأنهم كانوا رامين كل حاجة على بعض. بصوا شايفين الأوضة بقى نطفت ازاي، وطلعت لهم كمان الكوفرتات دي فايبر شوية بتدفي يعني، قلت عشان لو سقعوا بالليل زي ما قالوا لي او حاجه. الاوضه بصراحه بقت زي الفل، الدنيا اتكنست ومسحنا ولمعنا ما فيش تراب، فرشنا ملايات حلوه كده جديده تدينا طاقه ايجابيه كده. كمان الولاد هيقعدوا دلوقتي يظبطوا كتبهم، وكل واحد هيطلع الماده بقى اللي عايز يذاكرها، وهعمل لهم بقى حاجه دافيه لان احنا كنا خلاص بالليل تقريبا الساعه كانت 8، هبتدي بقى اقعد معاهم ونذاكر، احنا بنحب نذاكر في الليل واخره. هنقعد بقى نذاكر مع بعض، وكل واحد يطلع مادة معينة يذاكرها، وخلاص كده يومنا يبقى خلص، والروتين بتاع النهاردة كده يبقى خلص. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، هستنى منكم كومنتاتكم الجميلة، وما تنسوش بقى اللايك والشير والكومنت اللي بيعجبني، واقول لكم مع السلامة.